السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وسلامة. النهاردة جايين نتكلم عن أسرار الاستحقاق. ازاي يبقى عندك استحقاق؟ ازاي تمارسي حياتك باستحقاقك؟ كل ما يبقى عندك استحقاق كبير أو يكون عندك قيمة وكرامة، كل ما الدنيا تبقى معاكي أحسن. فاحنا عايزين نتكلموا عن اسرار الاستحقاق النهارده، وهنعرف ازاي تبشريها في الاوقات بتاعتك، او ازاي تطبقيها على نفسك، او اللي هو مثلا آه، لو لو اتحطيتي في موقف او اتحطيتي في حاجة، تعرفي تتكلمي او تعرفي تردي او تعرفي ازاي تتصرفي. فهنعرف النهاردة في أسرار الاستحقاق ازاي يبقى عندك استحقاق عالي بنفسك. تمام. هنتكلم عن الأسرار، هنلخصهم كده في سبع نقط. وفي سر، أهم سر فيهم هنقوله في الآخر. أهم سر فيهم هنقوله في الآخر. تمام. أول حاجة احنا بنقوله، الاستحقاق عند المرأة لازم يكون عالي. ليه؟ ليه الاستحقاق عند المرأة يكون عالي؟ علشان يكون ليكي هدف، عشان يبقى ليكي قيمة. تمام. ليه بنلاقي الناس اللي هي زي ياسمين صبري والناس دي بيبقى عندهم استحقاق عالي، فبالتالي بيبقى يعني مثلا بيحققوا كل متطلباتهم او بيحققوا كل اهدافهم. ليه؟ عشان استحقاقهم عالي. كل ما الاستحقاق بيبقى عالي، كل ما انتي بتحققي اهداف اكتر، او بتحققي القيمة بتاعتك قدام اي حد، قدام نفسك، قدام مثلا زوجك، قدام اهلك، يعني قدام اولادك، قدام المجتمع نفسه لو انت في شغل. فطول ما استحقاقك بيبقى اعلى، كل ما الدنيا بتبقى احسن. تمام. اول حاجة لازم تحسي ان انت تستحقي الحب والاهتمام والاحترام، وما وما تقبليش بأقل من كده. تمام. لان لان انتي طول ما انتي بتقللي من نفسك او بتقللي من الحاجات اللي المفروض ان انتي تستحقيها، طول ما انتي بترضي بأقل من حقك. دي معروفة، وهنعرف كل حاجة بعد كده. في نقاط هنعرفها وهنتكلم فيها عن الاستحقاق وكده. في حاجات كتيرة هنتكلم فيها. دي اول حاجة، ان انتي تستحقي الحب والاحترام والاهتمام. تستحقي الحب والاحترام والاهتمام، وما تقبليش بأقل من حقك. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة، ما تربطيش قيمتك بوجود راجل في حياتك. تاني حاجة، ما تقبليش او ما تربطيش قيمتك براجل في حياتك. يعني مش لازم عشان تبقى قيمتك كبيرة قوي لازم يبقى في راجل في حياتك. قيمتك ممكن تكون تعمليها بحاجات كتيرة قوي. مش مثلا انا لو مثلا اتجوزت هيبقى ليا قيمة، انا لو مش عارفة زوجي عمل كذا انا هيبقى ليا قيمة، او انا مثلا عملت كده هيبقى ليا قيمة، او انا لو اتجوزت هيبقى ليا قيمة. لا طبعا. ياما ناس كتير متجوزة وملهاش قيمة وما عندهاش كرامة وما عندهاش. مش لازم ما تربطيش نفسك وحياتك او استحقاقك براجل. يعني انت ما تربطيش استحقاقك براجل، ان انت مثلا لو اتجوزتي واحد مستواه عالي فانت هيبقى استحقاقك عالي. لا طبعا. في ناس كتير بيتجوزوا مستويات عالية وفي الاخر بيتطلقوا وبيتبهدلوا والدنيا مش معاهم تمام. ماشي. دي تاني حاجة. اللي بيحبك بجد هو اللي بيثبت ده بالافعال مش بالكلام. يعني انت عندك مثلا لو حد قالك انا بحبك ومش عارفه ايه وايه طب انا هتجوزك وما ما بياخدش خطوه. واحد مثلا ما بياخدش خطوه، يقولك انا هاجي اتقدم لك وما بياخدش خطوه. ده اصلا ليه؟ ايه السبب؟ مثلا في اسباب خاصه ماديه، تمام، لكن ما فيش اسباب خاصه فهو اصلا
اللي هو كلامنجي، اللي هو بيتكلم وخلاص. الاشخاص اللي في حياتك يقولوا لك انا بحبك مش عارف ايه، اللي هو اصدقائك، اقاربك، مش عارفه ايه. في ناس بتبقى مثلا تقول لك انا مثلا بحبك، بس تحسي ان كلام لازم يثبت بالافعال. الافعال هي اللي بتثبت الكلام، هي اللي بتثبت اللي احنا بنعمله. طول ما انتي بتبقي مثلا حد قالك انا هعمل كذا وعمل، ده فعلا بيحبك. اللي يقولك انا هعمل كذا ده بيحبك، ويعملها ده بيحبك. لكن ايه ان هو يتكلم كتير 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 وهو ما بيفعلش شيء، ما بيعملش حاجة، فده اصلا مش من ضمن استحقاقك. ده تبعديه عنك، لان هو هيفضل يتكلم عمال على بطاله وما بيعملش اي افعال. واحد قالك مثلا انت لو عملتي كذا هجيب لك خاتم كذا، او عملتي كذا هجيب لك موبايل كذا، وفي الاخر الكلام اكتر من الافعال. تمام. طيب تالت حاجه رابع حاجه عايزه اقول لك حاجه، ان الاستحقاق مش غرور. الاستحقاق بنفسك مش غرور، هو ان انت تعرفي حدودك، تمام، وما تقبليش بالاهانه او الاستغلال، ان حد يستغلك او حد يهينك. تمام. يبقى ايه الاستحقاق مش غرور، هو ان انت بتعرفي قيمه نفسك. الاستحقاق ده انا اعرف قيمه نفسي، حتى لو انا عرفت قيمه نفسي فاللي قدامي هيقدرني. طول ما انا اعرف قيمه نفسي، تمام، اللي قدامي هيقدرني. مش هعرف قيمه نفسي ومش هدي لنفسي قيمه، محدش هيقدرني او محدش هيشوفني باللي انا شايفاه. لكن هتقللي من نفسك، تمام، هيبقى في اهانه، هيستغلوكي، هيدوكي فوق دماغك، هيعملوا اي حاجه. المهم ان هما يعني المهم ان انتي في الاخر كل ده هتلاقيه اهانه، هتلاقيه استغلال، هتلاقي ناس تانية اقل في مستواكي او اقل من مستواكي بيتعاملوا احسن معامله، وهم ما يستحقوش ده. تمام. وانت اللي تستحقي كل ده، وفي الاخر ايه، شايفه نفسك ان انت قليله، وانت اصلا بنت ناس، او شيء، او انت مثلا بنت اهلك كويسين، اهلك ربوكي، اهلك، وحاسه ان اللي مش كويسه او اللي مش الناس اقل بكتير، تمام، هما اللي ليه بقى؟ عشان هما عندهم استحقاق بنفسهم، عاطين نفسهم قيمه اكتر من قيمتهم، وهم اصلا ملهمش قيمه. ماشي. اه... اهتمي بنفسك، اهتمي بنفسك وشكلك وحياتك واهدافك. تمام. مش عشان ترضي الطرف الاخر. انت كل ده بتعمليه مش عشان ترضي الطرف الاخر، انت كل ده بتعمليه علشان نفسك انت، مش عشان ترضي طرف اخر خالص يعني. تمام. انا بعمل كل ده عشان اهتم بنفسي، عشان نفسي، عشان حياتي، علشان اشوف نفسي، عشان صحتي، علشان اولادي، علشان حياتي انا. لكن ما اعملش كل دوت علشان خاطر شخص اخر، عشان ارضي شخص اخر. ما الشخص الاخر ده ممكن ما يعني اللي انا بعمله ده في الاخر ولا حاجه، ولا حاجه. اكم ناس كتير عملوا كده وفي الاخر ولا اخدوا حاجه. يعني ما يعني عملوا اكتر وبذلوا اكتر وفي الاخر ما خدوش حاجه لارضاء الاخرين، وفي الاخر ما خدوش حاجه. ف ف يعني ما ترضيش الطرف الاخر على حساب نفسك، وما تعمليش اكتر من يعني اللي انت قادره عليه. لو عملتي اكتر من اللي انت قادره عليه كتير هتتنازلي كتير في تنازلات هنا كتير، والتنازلات بيخلي الاستحقاق يقل. تمام. ما تجريش ورا شخص بيختفي ويظهر وقت ما يحب. يعني انا مش هجري ورا شخص بيختفي ويظهر وقت ما يحب. يعني انا مش مثلا واحد مثلا بيكلمني في التليفون وطول النهار يكلمني، هوب تاني يوم ما يكلمنيش، فانا هجري ورا منه عشان هو ما يكلمنيش، ما ردش على التليفون، فانا امسك التليفون اتصل بيه كل شويه كل شويه كل شويه اتصل بيه وهو ما بيعبرنيش. فانا بالتالي انت ما بتعبرنيش، انا مش هعبرك.
من الاخر دي واحد زائد واحد هيساوي اتنين. لكن انا امسك التليفون واجري ورا منه ان انا اكلمه هو اصلا مش بيعبرني، ان هو مثلا بيختفي شويه ويظهر شويه، بيبقى فيه معاه اشخاص اخرى. يعني انا مثلا بكلم واحد فهو معاه شخص اخر، فالشخص الاخر اخد اهتماماته فهو بيكلمني وقت ما يحب، ووقت ما يحب ما يكلمنيش، وقت ما يحب يكلمني هيكلمني. لا طبعا، لا طبعا، دي بتقلل من استحقاقاتك، ودي بتخليه ان هو يشوف ان انتي واحده وقت ما يحب يكلمها، وقت ما يحب يجي لها، وقت ما يحب يقول لها تعالي تعالي اكلمك، يلا ننزل، يلا نخرج، يلا يلا يلا. ايام مش موجود، ايام ما يختفي ما يكلمنيش، هوب لما التانية تسيبه يرجع لي. فدي لا. يبقى انا ما اجريش ورا حد بيختفي ويظهر على مزاجه، وقت ما يحب ان هو يظهر او يكلمني، لا طبعا. طبعا. في حاجات لازم تقولي عليها لا من غير ما تحسي بالذنب. ماشي؟ لو الحاجة دي هتتعارض مع كرامتك هتقولي لا. الحاجة دي بتتعارض مع كرامتك هتقولي لا. لكن لو قلتي طبعا هتحسي بإهانة وعدم استحقاق، هيقل طبعا منك، الدنيا معاكي مش هتتظبط. لا، في حاجة مش حاسة بيها، او حاسة ان هي هتضايقني او هتعمل معايا حاجة مش كويسة مثلا، هقول لا من غير ما احس بالذنب ان هو هيزعل مني. لو قلت لا هيزعلوا مني، لو قلت مش عارف ايه هيزعلوا مني، لو قلت كذا هيزعلوا مني، لو قلت لا مش رايحة هيزعلوا مني. لا طبعا، لا طبعا. الحاجة اللي انتي مش عاوزاها هتقولي عليها لا. طبعا لو هي بتتعارض مع كرامتك، يعني مثلا حد ما عزمكيش وجا تاني يوم قالك طب تعالي ومش عارفه ايه، وهو عزم ناس كتير، فانتي عشان ما تحسيش بالذنب اروح وخلاص، وانتي حاسه ان هو ما قدركيش وعزمك زي التانيين ما عزمهم في الاول او كده، او عزم وما عزمش وطب تعالي عشان انا نسيت فانا لا طبعا، لا، لا طبعا، لا طبعا. آه، ما تحاوليش تقنعي حد بقيمتك. يعني الشخص المناسب هو اللي هيشوف قيمتك من غير مطاردة. يعني بمعنى ان انتي ما تبينيش ان انتي واو، وتبيني ان انتي قيمتك عالية وان انا اعمل واسوي وعشان يعرف قيمتي عشان مش عارفة ايه. لا، هو اصلا لو عايز يشوف قيمتك هيشوفها من غير مطاردة. تمام؟ وما تقنعهوش بشخصيتك، ما تقنعهوش بقيمتك، ما تقنعهوش ان انت شخص كويس او انت لا، هو هيشوف من نفسه من غير مطالبه، هو لازم يشوف من نفسه. ما شافش يبقى طز فيه، مش مشكله، مش مشكله عندنا. مش لازم ان هو يعني يقدرني ويعرف قيمتي، لان هو اصلا مش شايفني. لو هو شايفني هيشوفني، يعني هيقدرني. لو يعني لو هو بيحبني وشايفني هيعرف ويقدرني، غير كده مش هيقدرني. طيب، اهم سر بقى في الموضوع قبل ما نقفل، اهم سر في الموضوع ان المرأة اللي بتعرف قيمتها لا تجعل قبول الرجل لها هو الدليل على انها تستحق. دي يعني اكيد مع الكلام اللي انا قلته، دي اخر حاجة، وهي ايه؟ ان انتي مش الراجل هو اللي هيخليكي تحسي بالاستقلال. من الاخر ان الاستقلال استحقاقك من نفسك انت، تقدري تعمليه انت باهتمامك بنفسك، بانشغالك بنفسك. وطبعا في الفيديوهات التانية احنا هنتكلموا على حاجات كتير، واكتبوا لي في الكومنتات تحت، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت نتكلموا ايه في الفيديوهات اللي جايه، ايه الحاجات اللي نقدروا نتكلموا فيها اللي انتوا بتحبوها وانا اتكلم لكم فيها. وطبعا انا هكتر في موضوع الاستحقاقات لان في ناس كتير كلموني وقالوا لي ايه، احنا عايزين نعرفوا يعني ازاي نبقوا عندنا استحقاق بنفسنا، عندنا قيمة، نعمل ايه. فطبعا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتبقى عن ان انتوا ازاي تتعاملوا، ومش كل هدفكم ان يبقى فيه رجل في حياتك، ان انتي تحسي بالاستحقاق
ان قيمتك في الاستحقاق ان وجود رجل. لا طبعا هو مش قيمتك في الاستحقاق ان هو يبقى وجود رجل. قيمتك في الاستحقاق ان انت تهتمي بنفسك زي ما قلنا، وان انت بنفسك وشكلك وحياتك واهدافك. ده اهدافك دي اللي تخليكي تعلي وتخليكي ان انت الناس تشوفك، مش مستنية بقى حد او مستنية رجل او مستنية حد يرفع استحقاق ده. يعني مش الرجل هو اللي ايه دليل على ان انتي استحقاقك يعلى. بشكركم جدا جدا على متابعتكم ليا. يا ريت لايك والاشتراك في القناة، وبحبكم كتير واشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا.